السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو يومي جديد على أخبار وقصص كرة القدم العربية والمغربية. اليوم نتحدث عن موضوع حساس ومهم للغاية في الأيام الأخيرة، لأنه يهم المزيد والمزيد من اللاعبين المغاربة الصغار والكبار على حد سواء. موضوع هذا الفيديو يدور حول القوة الجاذبة للمملكة العربية السعودية والدوري السعودي على لاعبين المغاربة. تتجلى قوة الجذب التي تمارسها المملكة العربية السعودية على لاعبي كرة القدم في عدة جوانب تجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والرياضية. تتمثل هذه القوة في إيجابيات عديدة تجعل منها وجهة مثيرة للاهتمام للكثير من اللاعبين حول العالم. من الناحية الاقتصادية، توفر الدوري السعودي للاعبين فرصا مغرية من حيث الرواتب والمزايا المالية. إن التمويل السخي والاستثمارات في الرياضة في المملكة تجعل من الدوري السعودي مكانا يجذب لاعبين من مختلف أنحاء العالم. الرواتب الكبيرة والعقود المغرية تجعل من اللاعبين قادرين على تحقيق استقرار مالي كبير وتحقيق أهدافهم المالية. تقدم الأندية السعودية رواتب عالية جدا يمكن أن تصل إلى ملايين اليوروهات أو مئات الملايين من السنتيم المغربية شهريا. ناهيك عن المزايا العديدة التي يتمتع بها اللاعبون الجدد. تمكن الدوري السعودي من إبرام اتفاق مع مجلس السياحة السعودي للترويج للسياحة في البلاد وجعلها أكثر قيمة بكثير. لذلك يسعى الدوري السعودي لاستقطاب أكبر الأسماء في كرة القدم الأوروبية، ويمكن أن نذكر أحد أفضل اللاعبين في العالم، كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد، والفائز ب5 بطولات دوري أبطال أوروبا. كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لنادي النصر يتقاضى راتبا قدره 200 مليون يورو سنويا، أي 20 مليار سنت. ينضم العديد من اللاعبين من أكبر الأندية الأوروبية إلى أندية الدوري السعودي مثل ساديو ماني في النصر، وبنزيما في الاتحاد، وكوليبالي في الهلال، وغيرهم من اللاعبين من جميع الدوريات الأوروبية والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي في الغالب. لا بد من ذكر اسم نيمار الذي التحق بالهلال الذي دفع 100 مليون يورو مقابل باريس سان جيرمان. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل نيمار على راتب فلكي بمئات المزايا، مثل طائرة خاصة تحت تصرفه، كلها السيارات الكبيرة التي يريدها مثل فيراري ومرسيدس جي واجن. حتى أن النادي منح نيمار منزلا ممتازا به 25 غرفة ومسبحا بطول 40 مترا، بينما حصل على مكافأة قدرها 50,000 يورو عن كل مباراة فاز بها. من ناحية اجتماعية، تقدم المملكة العربية السعودية بيئة معيشية ممتازة للأفراد وعائلاتهم. تتميز ببنية تحتية حديثة وخدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، مما يساهم في توفير جودة حياة مرتفعة. هذا يشجع اللاعبين على الانتقال إلى السعودية للعب والاستمتاع بحياة مستدامة ومريحة. من الناحية الرياضية، تشهد الدوريات السعودية تطورا مستمرا في مستوى اللعب والبنية التحتية. تستضيف المملكة ملاعب عالية الجودة ومنشآت تدريبية متطورة، مما يمكن اللاعبين من تحسين مهاراتهم وقدراتهم البدنية. هذا يجعل السعودية وجهة جذابة لتطوير مسيرة رياضية ناجحة. أما عن اللاعبين المغاربة الذين انضموا إلى الدوري السعودي مؤخرا وفي السنوات السابقة، فقد شكلوا إضافة قوية للفرق التي انضموا إليها. لاعبون مثل لاعب منتظم في المنتخب المغربي لكرة القدم، مبارك بوصوفة، الذي انضم إلى نادي الشباب، وعرض عليه راتبا مرتفعا إلى حد ما مقابل خدماته، وهو أمر مغري للغاية ويجذب اللاعبين. يمكننا ذكر اسم حكيم زياشي الذي نوقشت قضيته في الفيديو السابق المخصص لقضيته. كما تلقى حكيم عرضا من النادي الذي يلعب فيه كريستيانو، النصر. في الآونة الأخيرة بعد النهائي ضد مانشستر سيتي، انضم بونو إلى النادي حيث يلعب نيمار الآن الهلال مقابل مبلغ 21 مليون يورو وراتب باهظ بنفس القدر.
مدافعنا الذي أحدث ضجة كبيرة في المونديال خاصة ضد بلجيكا جواد اليمق ينضم إلى نادي الوحدة السعودي بعد مغادرة نادي بلد الوليد الإسباني الذي يلعب فيه الدولي المغربي السابق سليم أمل الله. سوف يقدم أداء مميزا ويساهمون في رفع مستوى المنافسة وجذب الانتباه إلى الدوري. تأتي خبراتهم ومهاراتهم الفردية كإضافة ذات قيمة للفرق والجماهير على حد سواء. باختصار، تمثل المملكة العربية السعودية قوة جاذبة كبيرة على لاعبي كرة القدم من حول العالم من خلال توفير فرص اقتصادية واجتماعية ورياضية مغرية. تساهم هذه العوامل في جعل السعودية وجهة مثيرة للاهتمام للاعبين الذين يسعون لتحقيق نجاح رياضي ومالي في وقت واحد. شكرا لكونكم أكثر وأكثر عددا على قناتي على يوتيوب. شكرا لكم على النقر على مقاطع الفيديو الخاصة بي والتعليق والاشتراك. إنها تساعدني كثيرا في إجراء المزيد من عمليات البحث والمزيد من مقاطع الفيديو. لكم، أعزائي المشتركين. شكرا لكم على متابعة هذا الفيديو، وبذلك سنلتقي في فيديوهات مستقبلية لمزيد من المعلومات والأخبار عن كرة القدم العربية والمغربية. إلى اللقاء.